السلام عليكم ورحمة الله. هكلمكم يا جماعة عن فوز نادي الزمالك النهاردة. وهتطرق معاكم برضو لأحاديث الكابتن أو الأستاذ عادل القيعي مدير التعاقدات أو رئيس لجنة الكورة أو شركة الكورة في النادي الأهلي. هندردش مع بعض في أكتر من نقطة. النقطة الأولانية طبعا بنحب نبارك ونهني لملايين الزملكاوية العاشقين لكيان نادي الزمالك على الأداء والنتيجة. ونبارك برضه للكابتن معتمد جمال لأن هو جاب العلامة الكاملة 4/4. قدر الحمد لله يكسب كل ماتشاته في الكونفدرالية حتى الآن، ويتربع يمكن التاني عنده 3 نقاط، هو عنده 9 نقاط ما شاء الله. فنبارك له طبعا وبنديله الثقة، وشيء إيجابي جدا ومحمود من إدارة نادي الزمالك إن هم يعني تعاقدوا معاه لنهاية الموسم وجددوا الثقة فيه. عايزين برضو نقول هارد لك لكوماندوس اليد. انقذوا كوماندوس اليد، لازم يشوفوا المشاكل بتاعة كرة اليد فين. ألعاب الصالات في نادي الزمالك يا جماعة للأسف مش على المستوى المطلوب، مع إن الكابتن حسين لبيب يعني لاعب كرة يد، وأيضا الكابتن هشام نصر. أكيد هيبقى في وقفة كبيرة جدا ألعاب الصالات وخصوصا كرة اليد. كان الزمالك متربع على عرش كرة اليد، قدر الأهلي يكسب الزمالك النهاردة في السوبر المصري في الإمارات. نادي الزمالك بيقدم ملحمة كروية جميلة جدا جدا، لازم كلنا ندعمه في الفترة الحالية ونقف وراه وندعم مجلس إدارة الزمالك في الفترة الحالية، لأن هي فترة حساسة وفترة مهمة جدا مفصلية في كرة نادي الزمالك بالكامل وفي مستقبل نادي الزمالك السنين اللي جاية بالكامل. كان في تعليقات للأستاذ عادل القيعي رئيس شركة الكورة في النادي الأهلي بيتكلم فيها إن إزاي كابتن ميدو بيقول إن مستر فيتوريا بيساعد الزمالك، وبيكلم النادي البرتغالي سبورتنج لشبونة وإن ده كده يعني تدخلات غير مشروعة، وإن ده كده مش نظام احترافي. بقى الكابتن عادل القيعي هو اللي بيتكلم في الكلام ده. طب ده احنا دافنينه سوا يا كابتن، يعني امال انتوا اللي بتعملوه في الرياضة وفي الكورة يبقى ايه؟ يعني حد يسملنا التسميات بمسماها السليم، وهو كان وضع احترافي. تدخلكم مع اتحاد كرة القدم او مجاملة اتحاد كرة القدم للنادي الاهلي بصفة مستمرة، هو كان وضع احترافي. موضوع الكباري وخطف اللاعبين اللي انتوا شغالين فيه على نادي الزمالك، والله يا جماعة انا قلتها لكم في اكتر من فيديو ان ربنا مش هيبارك لاي لاعب راح النادي الاهلي وترقبوا يعني في الوقت القصير اللي احنا فيه ان الاهلي مرشح للخروج من اكتر من بطولة. شفنا الاهلي بينهار في الفترة اللي فاتت بصورة مدوية. في اخر 7 ماتشات كسب ماتش واتغلب ماتش وتعادل 5 ماتشات. يعني سبحان الله. ولا هو وش بقى الكابتن ايمان عاشور وشه حلو على الاهلوية؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة. يعني ما اخذ بطريقة ملتوية وملتفة. ايمان عاشور زملكاوي، يعني ناس كتيرة جدا بتطلع وتقول ان هو اصلا بيحب نادي الزمالك، فازاي هيفيد النادي الاهلي؟ الراجل مش شايف قصاده ولا عارف يشوط ولا عارف يلعب، ومستواه بقى في النازل. غير طبعا مشاكل اوضة اللبس الخطيرة جدا والنواحي النفسية المنهارة داخل فريق الاهلي لاحساسهم بالظلم، ان في لاعبين بتاخد ارقام مضاعفة على حسابهم. يعني ممكن يكون محمد عبد المنعم بياخد مثلا 7 مليون جنيه في عقده القديم، وفي لعيبة تانية بتاخد بال40 مليون جنيه منهم إيمان عاشور. ففي الحقيقة أنا قلت ودايما هقولها، اللي عايز يروح الأهلي يروح أهلا وسهلا، هو الخسران والأهلي أيضا هيبقى هو الفريق الخسران. احنا شفنا لما النوايا اتصلحت والنفسية اتظبطت داخل فريق الزمالك بأقل إمكانيات، الزمالك بيقدر إن هو ينافس. رغم إن حد هيقول لي يا أستاذ حسام إن
ان الكونفدرالية يعني اقل كفاءة من بطولة الدوري الابطال. انا مع حضرتك اكيد طبعا بطولة دوري ابطال افريقيا هي البطولة الاقوى والاكبر والاعرق، وهي البطولة حتى الاقوى ماديا. ولكن يا فندم احنا بنبص لفريقنا، انت بص لترتيب فريقك ايه، وان فريقك بيكسب كل الماتشات، وتبص للعزيمة والاصرار اللي احنا ما بقيناش شايفينها داخل الفرق المنافسة. يعني المقارنة رغم ضعف الامكانيات وقلة الامكانيات الرهيبة جدا يا جماعة، الزمالك رغم حصوله على 2 دوري عام، علشان ما ننساش ده في اي حتة في العالم بيبقى ليه نصيب من الرعاية، لكن الزمالك جاي له عقود رعاية ب 200 مليون جنيه بس، في حين ان النادي الاهلي جاي له عقود رعاية مليار ونص، يعني 1500 مليون. اكيد في ظلم واضح وبين، ده في شركات يعني بتؤسس مخصوص لخدمة مصالح الاهلي، منها شركة استادات مصر. طلع المسؤول عنها وقال ايوه فعلا احنا انشئنا لدعم وخدمة النادي الاهلي، يعني في كل الصحافة وفي كل الاعلام بدون اي خجل او بدون اي كسوف. في الحقيقة يعني ناس كتيرة جدا عمالة تخدم على الاهلي، وشركات كتيرة جدا بتخدم على النادي الاهلي، ده فيه ظلم. وفي الاخر عند وجود اداره مستقره، اهم حاجه الاستقرار الاداري يا جماعه، واحنا ياما نادينا بيه. ومع بدايه حل المشاكل الزمالك شويه بشويه هتلاقوا الزمالك ان شاء الله في حته تانية خالص. علشان كده دايما نادي الزمالك كان بيضرب في استقراره، وعلشان كده دايما كانت الشائعات وتسريب عقود اللاعبين ومشاكل كبيرة جدا جدا كانت بتحوط بنادي الزمالك دونا عن اي نادي تاني، لان هي معروفة طالما ما فيش زمالك هيبقى فيه اهلي. اكيد طبعا الاهلي هيبقى هو ظاهر في الصورة لوحده لو الزمالك منهار. نتمنى ان شاء الله يعني كل التوفيق لنادينا الملك الحبيب نادي الزمالك في المرحلة المقبلة، ونتمنى بقى اصلاح منظومة العاب الصالات داخل النادي. يعني اللعيبه اللي مشيت يا جماعه في كره اليد احترفوا خارج مصر مش قليلين، نادي الزمالك ما قدرش يحافظ على اولاده، نفس المشكله اللي كانت في كره القدم. عشان كده بنقول لا، لازم تدعيم لكره اليد، حل بقى مشاكل كمان السله والطايره. عايزين الزمالك ينهض مره اخرى. كان قائد العاب الصالات نادي الزمالك معروف عنه ده طول عمره بانجازاته وبالقابه الكتيره جدا جدا. للأسف في انهيار حالي، نتمنى بقى إصلاحه الفترة القادمة. في الحقيقة كمان كرة القدم إن شاء الله رب العالمين ننتظر عودة مصطفى شلبي والونش، لكن أعتقد مش هيبقى ليهم فرصة خلال خلاص تقريبا أسبوع أو أكتر. هيتم إيقاف الدوري لبطولة أفريقيا إن شاء الله بعد العودة يعودوا، يبقى إضافة قوية جدا للهجوم مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش. ما ننساهوش صخرة الدفاع المصرية الكبيرة جدا. ان شاء الله برضو يبقى عودة حميدة لدفاع نادي الزمالك والمنتخب مصر اكيد طبعا. شايفين ان في كلام خد وهات ورايح وجاي في موضوع الصفقات، رغم ان انا قلت لكم ان انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده كتير غير لما يبقى موضوع عملي، يعني اشوف بعيني الاول حل ايقاف القيد. ولكن الكلام بيكتر عن اقتراب عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد يا جماعة خليكم كده عارفين، وبرضه يمكن ده من الشيء الايجابي ان الزمالك مش هيخش في مزايدات على لاعب كمبدأ عام على اي لاعب. هنستنى لما يتم الرفض بقى تماما، او خلاص يعني قبل نهاية الموسم يقدر الزمالك يجيب اللاعبين اللي هو عايزهم بسعر معقول. الصفقة كانت هتتم للنادي الاهلي ب 15 مليون جنيه مع 3 لاعبين. نادي الزمالك اكيد منتظر عينه على الموضوع، عايز يشوف ايه نهاية الموضوع ده. ده شيء ايجابي لو جت نادي الزمالك هتبقى صفقة رابحة، ونادي الزمالك قادر باي حد يلبس تيشيرت نادي الزمالك يا جماعة ان هو يعلو ويرفرف. وان شاء الله يبقى النصر حليفه. قلت لكم اهم حاجة دايما الاخلاق قبل الرياضة، الاخلاق وبعدين تيجي الرياضة تتبني عليها، والمساواة والعدل ايضا
في المقام الاول، والرياضه بعد كده تتبني عليها. افراح زملكاويه في كل مكان، في الحقيقه فرحانين جدا لنجاح الكابتن معتمد جمال ولنجاح فريق كره القدم. ان شاء الله كل النصر والتوفيق، ونشوف حل المشاكل نادي الزمالك في اقرب قريب. ما تنسوش يا جماعه لايك للفيديوهات، مهم جدا جدا بعد اذن حضراتكم، عشان تنتشر على كل المنصات، لان في مشكله في اليوتيوب، فبنرجو الدعم من حضراتكم. تحياتي لكم والسلام عليكم.